في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات قاعدة كده وفاكرة نفسي إن أنا مش ورايا حاجة وإن أنا فاضية وزهقانة وملانة على أساس يعني إن أنا بقى يومي فاضي وكده، إذ فجأةً ألاقي إيه، الموبايل بتاعي بيديني الnotification دي إن أنا كان عندي النهارده مناسبة اللي هي الkinderfest إن أنا المفروض أروحها، وكمان المنبه بيقول لي ما تنسيش المظاهرة. إيه ده يا جدعان، ده أنا ورايا حاجات، يلا بينا. رحت لبست الفستان التايجر بتاعي بما إن خلاص الشمس طلعت الحمد لله نرجع للفساتين بتاعتنا، ولبست رينو وانطلقنا. احنا كده رايحين اللي هي المكان بتاع الاطفال ده، الالعاب والجو ده، ورايحين المظاهرة. لسه لحد دلوقتي دول بس اللي في البلان، هتشوف البلان هيبقى فيها ايه. اول حاجة واحنا في طريقنا للمظاهرة لقينا المظاهرة دي كمان معمولة ضد النظام، الناس عاملينها ايرانيين يعني ضد النظام الايراني، وشرحوا لي ايه اللي حصل وانا شرحته لكم في الستوري عشان ما اطولش بس الفيديو. واتمشينا شوية لقينا في وشنا برضو كمان الاحتفالية دي موجودة، ناس كتير محلات يعني ومطاعم وناس قاعدة بتتبسط. المهم اللي لفت نظري الأكلة دي اللي أنا عارفاها اللي هي الجزلمة، حاجة تركية. فقلت اصورها لكم تشوفوها بتتعمل ازاي. بص هي بتبقى زي كده زي فطيرة وبيحطوا جواها يا سبانخ يا جبنة وبس، وبتتعمل بعدها على الساج ده. وهم اللي كانوا عاملين المشروع ده 3 ستات اتراك ما شاء الله عليهم يعني، وانتوا عارفين طبعا انا بدعم اي ست في اي مكان في اي حته في الكوكب، فكان لازم طبعا اقف اصورهم. بس انا استاذنتهم طبعا قبل ما اصور. وده سعرها الجزلمه 4.5 يورو. وبعد ما خلصنا المكان وقعدنا فيه شويه قلنا ننطلق بقى على المظاهره. اتمشينا في طريقنا للمظاهره وكان الجو كويس طبعا. المظاهره دعم اخواتنا الفلسطينيين طبعا. المظاهرة كانت كبيرة جدًا، 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 مهما أقول لكم قد إيه أنا ما عرفتش أجيب طولها بالفيديو. يعني بُصّوا أنا من الجانب الآخر دلوقتي لسه ما دخلتش جوّه. بُصّوا أولًا البداية عاملة إزاي، الموبايل مش هيعرف يجيب آخرها ما شاء الله عليهم بجد. العدد كان كبير جدًا وأتمنى يا رب من قلبي إن إحنا قريب جدًا ما نضطرش نخرج تاني مظاهرات وإخواتنا الفلسطينيين ربنا ينجيهم وينصرهم يا رب. وما تنسوش تدعوا لهم دعوة حلوة في الكومنتات كده عشان يمكن تكون ساعة استجابة وربنا يكون فاتح أبواب السماء وينصرهم يا رب، آمين يا رب العالمين. قعدنا شوية حلوين كده في المظاهرة وبعدين خلاص ابني كان صحي فكان لازم اخده وامشي عشان هو بيتوتر من قعدة العربية كتير بيحب ينزل. فروحنا على الكندر فيست وده كان شكله. انا كنت فاكراه اكبر من كده بصراحة بس هو طلع زغنطوط في كام لعبة يعني البتاع اللي بيتنططوا بيها دي. بس كانوا غاليين قوي الاسعار يعني مش عارفة. هو في العادي الريان بيلعب مثلا العربيات والحاجات دي بتبقى بيورو، هي ب2 يورو ونص الدقيقتين كده. والبتاع اللي بيتنططوا بيها دي ال4 دقايق ب7 يورو. والرسم الوش ده ب5 يورو. قلت له تعالى ارسم لك على وشك، مرضيش يخليها تلمسه ابدا. والرسمة شفتوا الرسمة اللي على الدراع دي بتاعت الحنة ب40 يورو. فاللي هي الاسعار كتير قوي هناك بس مش مشكلة يعني انا كده كده مكنتش عايزة حنة اصلا. المهم رحنا قلنا خلاص يلا بينا اختار لعبة. هو انا بخليه هو يختار العابه عشان ما يقعدش يزن بقى بعدها يعني مثلا اطلعه لعبة ما تكونش عاجباه او حاجة. خليته هو اللي اختار اللعبة اللي هو عايزها. اختار العربية قلت له يلا بينا. اخدنا واحدة بس في الاول يا جماعة وقلت ايه خلاص يعني هياخد لفة وخلاص. الواد ما شاء الله لزق في العربية. يا ابني قوم يهديك يرضيك، كل ما اجي اشيله يصوت ويبهدل الدنيا وانا مش هين عليا. في الاخر لا قلت له لا خلاص يلا بينا يعني خلاص انا فلست كل شويه اروح اجيب له واحده ب2.5 يورو وارجع. بجد بجد احنا قعدنا وقت طويل قوي 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 والله العظيم مهما تتخيلوا وقت طويل جدا ومش راضي يطلع من العربيه. فضلنا نلف نلف نلف. المهم في الاخر قلت له انا مش همشيك زعلان يا قلبي، انت مش هروحك البيت ابدا زعلان بالطريقه دي. مع انه كان عايز ينام يعني ويروح وكده بس فوقته، ما بحبش انيمه زعلان بصراحه. فرحنا القدام وقعدنا بالطريقة دي. قعدت على السلم، انا بحب القعدات البسيطة دي بصراحة. قعدنا على السلم وتشمسنا شوية وسبته هو يلعب في الحتة الواسعة دي. وبعدين لقينا يعني اي حاجة في وشنا كنا بنلعب بيها. وبعدين رحنا دخلنا المول هنا عشان نتفرج على القرود شوية ونقعد في القعدة بتاعتنا المفضلة. هنا قعدت احضن في ريان كتير لان كان في عربية تخبطنا بجد. الحمد لله ربنا سلم. بس كان قلبي خلاص حسيت قلبي هيقف. المهم الاريا دي زي ما انتوا شايفين كده دايما بيكون فيها امهات كتير باولادهم والاولاد بيقعدوا يلعبوا مع بعض والجو ده. فانا بحب اجيب ريان دايما في الاماكن اللي بيبقى فيها اطفال طبعا عشان زي ما انتوا عارفين بحبه يتعرف على الاطفال ويتعامل مع الناس وفي الحياه الاجتماعيه كده. ابني ما بيضيعش فرصه ما شاء الله. اول ما شاف بنوته جري جاب لها هديه اداها لها. قعدوا يتفرجوا على القرود ولعبنا شويه حلوين كده لحد ما في الاخر موبايلي فصل شحن. ما عرفتش اصور لكم باقي اليوم بس كان في حاجات تانية احداث تانية باقي اليوم. بجد انا ما قعدتش في اليوم ده بس ما عرفتش اصور باقي اليوم كله.
وفي الاخر روحت وشغلت الكهارب بتاعتي. شغلت الديسك بتاعي ونيمت رينو حبيبي وبس. والله لو وصلت لحد هنا شكرا ليك، وتعالوا نستجم.